بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا النهارده هنتكلم عن الهرمونات الايضيه، ودي مهمه قوي. عندك هرمونات كتيره قوي خدتها في باب الهرمونات، ولكن انت مش عارف ايه هي الهرمونات الايضيه، فلازم تفهم الاول يعني ايه ايض يا دكتور. الايض هو كيفيه تعامل الخليه مع الغذاء اللي بيوصل لها. طب والغذاء اللي بيوصل للخليه ايه؟ حاجه من ثلاثه، يا اما سكريات، يا اما بروتينات، يا اما دهون. يا اما سكريات، يا اما دهون، يا اما بروتينات. طيب السكر بيوصل للخليه في صوره جلوكوز، سكر احادي. الدهون بتوصل للخليه في صوره احماض امينيه وجليسرول، والبروتين احماض دهنيه وجليسرول. اما البروتين بيوصل للخليه في صوره احماض امينيه. طيب تعال نشوف الاول الايض بتاع السكريات. ما هو كده يبقى في ايض للسكريات وللدهون وللبروتين. بالنسبه لايض السكر، هيجي دلوقتي السكر لما يدخل جوه الخليه، الاحتمال الاولاني ان تبدا الخليه تاخد السكر ده اهو، تبدا الخليه تاخد السكر كسكريات احاديه وتبدا تجمعه وتبنيه في صوره جزيئات جلايكوجين. يبقى احنا كده خزنا السكريات الزياده اللي كانت في الجسم، والكلام ده بيحصل في خلايا الكبد والعضلات. ان الخليه بتحول ايه يا دكتور؟ بتحول سكر الجلوكوز الى جزيئات الجلايكوجين. كده انا بنيت مركب اللي هو المخزون الفعلي للطاقه اللي انت عارفه. يبقى دي بنسميها عمليات البناء. يبقى عرفت كيف تتعامل الخليه مع السكر اللي بيوصل لها. نمره واحد، انها تعمل له بناء، تحول جزيئات السكر الاحادي الى جلايكوجين. يبقى ده تخزين، وده بيحصل في الكبد والعضلات. الاحتمال الثاني ان الخليه بعد ما كان فيها جلايكوجين، جزيئات الجلايكوجين اهي، هتبدا الخليه تحتاج لطاقه، فتبدا تعمل ايه؟ تقوم تكسر جزيئات الجلايكوجين علشان تحولها الى جزيئات جلوكوز. عمليه التكسير ده هي لوحدها تعتبر هدم. يبقى تكسير الجلايكوجين الى جلوكوز ده هدم. وبعد ما الخليه ممكن يبقى فيها جلوكوز، ممكن تقوم تحرق هذا الجلوكوز او تعمل له عمليه اكسده للحصول على الطاقه الاي تي بي، واللي هو التنفس الخلوي. يبقى اذا حدث اكسده للجلوكوز، حرق للجلوكوز، يبقى ده برضه يعتبر هدم. اذا الخليه دلوقتي تقدر تتعامل مع الجلوكوز ان هي تهدمه. وهدم الجلوكوز بطريقه من اتنين، يا اما نمره واحد تكسير الجلايكوجين الى جلوكوز، يا اما نمره اتنين اكسده الجلوكوز داخل الخليه. يبقى اذا هدم السكريات ممكن حاجه من اتنين. على فكره في هرمونات تعمل دي بس، زي الجلوكاجون مثلا يكسر الجلايكوجين الى جلوكوز، زي الادرينالين يعمل كده، الكورتيزون يعمل كده. فالكورتيزون هو هرمون ايضي. فكلمه ايض هي التعامل مع الغذاء، يا اما نخزن الغذاء ليصبح مصدر للطاقه فيما بعد، يا اما نحرق الغذاء ده ونأكسده ونبدا بتكسير المخزون، فده بنسميه الهدم يا دكتور. انما يجي للبرص هرمون. البرص هرمون بيتعامل مع الكالسيوم، ده مش هرمون ايضي. نيجي للالدوستيرون، ده بينظم الصوديوم والبوتاسيوم في الدم، فده مش هرمون ايضي، لان هو ملوش دعوه بالطاقه والتعامل مع مواد الغذاء كتخزين كمصدر طاقه فيما بعد، او لحرق واكسدته للحصول على طاقه. فهمنا يعني ايه هرمون ايضي يا دكتور؟ كويس قوي. طيب هتيجي للدهون، بس النقطه اللي انا بس عايزك يعني تبقى واعي ليها، الهرمون الايضي اللي بيلعب على ايض السكريات كهدم مش لازم يعمل الاثنين. في هرمون يعمل دي بس، جلوكاجون. طب وفي هرمون يعمل زي دي، زي الثيروكسين. كويس قوي. في هرمون يعمل ده اهي، زي الانسولين، بيخزن مثلا، بيحول الجلوكوز الزياده الى جلايكوجين في خلايا الكبد والعضلات. هتبدا تخش الدهون. الدهون هيحصل لها ايه؟ الاحتمال الاولاني، الدهون ده هي يا دكتور كاحماض دهنيه، ده حمض دهني، يبدا يحصل له على طول عمليه اكسده، وعشان ناخد منه الطاقه. ايه ده؟ هو احنا مش كنا بنحرق سكر بس يا دكتور؟ ايوه، ده اللي انت كنت دارسه في سنه ثانيه، اللي هي عمليه التنفس الخلوي، ان الخليه بتدور نمره واحد واثنين وثلاثه على السكر. طب ما لقتش سكر، حضرتك صايم ما بتاكلش مثلا سكريات،
يبدا الخليه تشوف البديل بتاع الجلوكوز اللي هو مين؟ الدهون. عشان كده ده النظام اللي بيتبعوه في الدايت، ان تلاقي دكتور التغذيه بيقول للمريض اللي جاي له ايه، انت ما تاكلش سكريات، احرم نفسك بقى من المكرونه والعيش وبتاع والكلام ده كله، عشان تجبر جسمك يدور على مصدر تاني للطاقه غير الجلوكوز، مش عايزين سكريات. اول حاجه بتدور عليها الخليه بعد الجلوكوز الدهون، فيبدا الخلايا جسمك تحرق الدهون اللي فيها، فيبدا حضرتك تخس يا دكتور قبل البروتين كمان. فده كده عن طريق الاكسده، يبقى بنحول الاحماض الدهنيه الى جلوكوز الى طاقه، وبندخلها في دوره كريبس على طول برضه يا دكتور، الاكسده والتنفس الخلوي. برضه الطالب الشاطر اللي فاكر دوره كريبس، هل بس الجلوكوز هو اللي بيتحول الى بيروفيك وبيروفيك، او شطار الجلوكوز جلوكوز يتحول لبيروفيك وبيروفيك والبيروفيك يخش دوره كريبس؟ ممكن حاجه تتحول لبيروفيك بس مش الجلوكوز، الاحماض الامينيه او الاحماض الدهنيه. ممكن برضه ده يبقى ده بنسميه ايه؟ ده بنسميه هدم يا دكتور. يبقى ده هدم الدهون، ده ايض الدهون كهدم. ممكن يبدا الخليه تاخد الاحماض الدهنيه جواها وتبدا تعمل ايه؟ تبدا تخزن او تجمع الاحماض الدهنيه وتعمل ماده دهنيه. يعني مثلا هفترض دي خليه مثلا في القشره بتاعه الغده الكظريه، فدي بتبني او بتصنع هرمونات دهنيه، استرويدات. هتجيبها ازاي؟ هتدخل احماض دهنيه كذا حمض دهني يا دكتور، وبعد كده تبدا تجمعهم هم والجليسرول فيعمل لك ماده دهنيه. خلاص كده يا دكتور، فده كده يعتبر مش هنقول تخزين ولكن تصنيع، فده يعتبر بناء يا دكتور. يبقى ده ايض الدهون كبناء. يبقى اذا السكريات ليها هدم وبناء، والدهون لها هدم وبناء. طب البروتين هيدخل الحمض الاميني نفس الكلام، وتقوم تدخله الخليه لو ما لقتش سكريات ولا لقت دهون يا دكتور، تبدا تقوم تاكسد الاحماض الامينيه وتحولها الى طاقه، تاخد منها الطاقه، وده كنا بنسميه هدم البروتينات. واحتمال تقوم واخده الاحماض الامينيه ده ايه، ويبدا يدخل كذا حمض اميني، وتبدا الخليه بقى تصنع منهم بروتين. تصنع بروتين ازاي؟ تعمل سلاسل عديده البيبتايد، وسلاسل عديده البيبتايد ده هي تبدا تتجمع سلسله مع سلسله مع سلسله وتكون بروتين. يعني ممكن الخليه دي بتصنع بروتين، زي مثلا دي خليه بتصنع انزيم، او خليه بتصنع هرمون. يعني دي مثلا نقول خليه في الفص الامامي نخاميه وبتصنع هرمون النمو. هرمون النمو ده بروتين. الخليه بقى بتاعه النخاميه بتصنعه ازاي؟ بتجيب احماض امينيه وتجمعها على بعض على حسب الشفره الوراثيه، مكتوب تترتب الاحماض الامينيه بطريقه معينه، فتبدا تعمل لك هذا البروتين اللي هو مثلا هرمون النمو، فتصنع كده بروتين. يبقى ده كده اسمه ايه يا دكتور؟ بناء. يبقى احنا لما نيجي نتكلم في الايض يا دكتور، هي كيفيه تعامل خلايا جسم حضرتك مع المواد الغذائيه اللي هي تعتبر مصادر للطاقه. يا اما بتبدا تاكسدها في الثلاثه، سواء سكر او دهون او بروتينات، تاكسدها للحصول على الطاقه، وده بنسميه هدم. يا اما بتبدا تجمعها من تاني، وده بنسميه بناء. بس خلي بالك، الوحيده اللي الهدم بتاعها 2 هي السكريات. يا تكسر الجلايكوجين لجلوكوز، خلصت كده، ده هدم كده خلاص يا دكتور، وده يعمله بعض الهرمونات. في هرمونات تانية تقوم تحول الجلوكوز وتأكسده وتحوله إلى ATP، وده اللي هي الأكسدة والتنفس الخلوي، وده بيعمله هرمونات تانية خالص يا دكتور. ففي هي هرمونين مثلا، الهرمونين شغالين على أيض السكريات هدم، بس واحد بيشتغل عليها كده بيكسر الجلايكوجين وده زي الجلوكاجون، واحد برضو شغال أيض سكريات ولكن أكسدة الجلوكوز وده زي السيروكسين. فصحيح الاتنين بيشتغلوا نفس الحاجة اللي هو أيض سكريات هدم، ولكن ده بطريقة جلوكاجون والثيروكسين بطريقه تانية. كده انت فهمت يعني ايه هرمونات ايضيه. خلاص كده يا دكتور. طيب نقوم نسال بقى حضرتك سؤال. تعالى مثلا نشوف الهرمونات الايضيه زي هرمون النمو اول واحد. لو نيجي نتذكر، وده كان اول هرمون خدناه، ان هو بيبني الجسم وبيشتغل على العضلات وعلى العظام، فهو هرمون ايضي يتحكم في نمو الجسم وبيبدأ يتحكم في عمليات الأيض. أيوة، وخاصة أيض البروتين، يبدأ يبني بروتينات. يبقى إذا معنى كده إن هرمون النمو شغال على أيض البروتين بس يا دكتور، هو كان قايل كده يتحكم في عمليات الأيض، وخاصة أنا بقى اللي يهمني في المنهج وخاصة أيض مين؟ البروتينات. بيهدم ولا بيبني هرمون النمو؟ بيبني يا دكتور، علشان حضرتك تكبر والعضلات تبدأ تكبر، فهو بيبني كتلة عضلية. يبقى إذا لما نيجي نشوف كده دلوقتي، ادي سكر وادي دهون وادي بروتين، وكل واحد هدم وبناء. احنا اتكلمنا عن هرمون النمو، هل بيعمل هدم؟ لا يا فندم، هو بيعمل بناء. يبقى هرمون النمو بيعمل بناء للبروتين، انما ما بيعملش هدم. بس خلاص
ايه ده انت قفلت الجدول ليه؟ لان هو الهرمون الوحيد اللي شغال على ايض البروتينات عندنا في المنهج هو هرمون النمو. طيب شغال هدم ولا بناء؟ لا يا فندم، بيبني. هرمون النمو بيبني، ما بيهدمش ابدا. خلصت كده ايض البروتينات. تيجي بعد كده لهرمون زي الثيروكسين مثلا. الثيروكسين كان بيعمل ايه؟ قال لك الثيروكسين هو مسؤول عن الايض القاعدي. مش فاهم ايه الايض القاعدي ده؟ امداد الخليه بالطاقه. امداد الخليه بالطاقه. اقل مستوى طاقه الخليه تاخده علشان تفضل عايشه، ده اللي بنسميه الايض الاساسي او الايض القاعدي بتاع الخليه. لو تفتكر بعد ما الجلوكوز كان بيدخل جوه الخليه، كانت الجلوكوز ده بيبدا يحصل له عمليه اكسده، ايوه انشطار الجلوكوز، ويتحول الى 2 حمض بيروفيك، يخش دوره كريبس ويبدا يطلع جزيء الجلوكوز اللي دخل ده 38 اي تي بي. عمليه التنفس الخلوي وانشطار جلوكوز وكريبس دي عمليات كيميائيه كلها بتتطلب انزيمات تنشطها. طبعا يا دكتور. الا مين بقى اللي بيصحي الانزيمات دي وينشطها؟ الثيروكسين. ولذلك الثيروكسين بيعمل ايه يا دكتور؟ بينشط انزيمات التنفس الخلوي، هو اللي مسؤول انه ينشط الانزيمات اللي بتعمل تنفس الخليه ده كله يا دكتور، عشان هو مسؤول عن الايض القاعدي للخلايا. طيب ده بيحصل بقى ازاي يا دكتور؟ قال لك هي القصه كده ان الثيروكسين يبدو انه لازم هو كده هرمون هدم، لان هو بيحرق السكر بيأكسده يا دكتور جوه الخلايا، صح كده؟ فالثيروكسين هرمون هدم. طيب السكر بتاعك الطبيعي من 80 ل 120، كلت حضرتك حاجه مسكره 2000 هنا وصحه، هتبدا تتهضم وتبدا تروح لفين؟ للامعاء، وبقت جلوكوز. بس كده هتسيبها في الامعاء؟ جلوكوز يفضل نايم في الامعاء؟ لا يا فندم، لازم نسحبه. بتسحبه على فين؟ على الدم. يعني تقصد تقول ان الجلوكوز يتم امتصاصه؟ ما العمليه دي اسمها عمليه امتصاص، بيروح من الامعاء للدم. طب مين بيعمل كده؟ هرمون الثيروكسين. بس كده. يبقى اذا هرمون الثيروكسين بيعلي جلوكوز الدم يا دكتور عن طريق ايه؟ امتصاص السكريات الاحاديه من الامعاء ويوديها على الدم. ده خلي بالك، ده لا هدم ولا بناء. طيب هيجي بعد كده جلوكوزك زاد بقى 300، الجلوكوز لازم يدخل يا جلوكوز. قال لك لا ما ينفعش لان البوابات بتاعت الجلوكوز مقفول. طب مين يفتحها؟ هو مين اللي حس على طول لما الجلوكوز زاد؟ قال لك البنكرياس. فبدأ البنكرياس يقول لك ايه؟ خلاص استنى هنا يا جلوكوز، انا هفتح لك البوابات ده اهي فتدخل على طول. ويقوم يطلع البنكرياس هرمون الانسولين، شكله يركب على المستقبلات بتاعت بوابات الجلوكوز، هنا على طول يقوم داخل الجلوكوز. هل كده الانسولين اشتغل ايض؟ لا، هو مهد. خلي بالك، هو ما عملش حاجه، هو عمل مرور السكريات الاحاديه الى الخليه. بعد كده الثيروكسين يبدا يكمل شغله. يبقى الثيروكسين جه اول حاجه امتص السكريات الاحاديه من الامعاء وده للدم. بعد كده تدخل الانسولين، دخل له هو السكر في الخليه. يجي بعد كده بقى الثيروكسين يقوم يرتبط بالخليه. ارتباط الثيروكسين بالخليه يبدا ينشط الانزيمات اللي جوه بتاعه التنفس الخلوي، فيبدا يتم التنفس الخلوي يا دكتور. وهنا بقى دي حته الايض بتاعه الثيروكسين. يبقى الثيروكسين كهرمون بيعمل هدم، بس ليه؟ لانه بيحرق يا دكتور، مش بيبني. لا بيعمل جلايكوجين ولا بيكسر جلايكوجين ولا ليه دعوه بكبد ولا نيله. كل اللي بيعمله ان بيدخل الثيروكسين على كل خليه من خلايا الجسم ويبدا ينشط فيها عمليه التنفس الخلوي. ولذلك كنا بنقول ان الثيروكسين من الهرمونات اللي بتشتغل على جميع خلايا الجسم. ليه؟ لان مفيش خليه ما بتتنفسش يا دكتور، ما بيحصلش فيها تنفس خلوي. يبقى تاني هنا يا دكتور احنا هنخش بقى، احنا خلصنا البروتينات، النمو بيعمل بناء، بس خش على السكريات. الثيروكسين بيعمل ايه؟ هل الثيروكسين بيعمل بناء ولا هدم؟ الثيروكسين اللي شفناه بيأكسد، يعني بيحرق، يبقى اذا بيعمل هدم يا دكتور. يبقى ايض سكريات هدم. طب هل بيعمل بناء؟ لا يا فندم، ما بناش اي حاجه. هيجي بعد كده دور البنكرياس، والبنكرياس زي ما انت عارف هو غده مشتركه. بيبقى فيه ايه البنكرياس؟ الخلايا اللي عامله زي الورده دي اللي هي في وسطها قناه، دي بنقول عليها خلايا حويصليه، اللي هي بتبدا تفرز العصاره البنكرياسيه، صح كده يا دكتور؟ يبقى دي خلايا قنيات العصاره البنكرياسيه. هتبدا الخلايا دي بتطلع، دي خلايا قنيات العصاره البنكرياسيه بتطلع العصاره البنكرياسيه. انا ماليش دعوه بقى بالقصه دي، خلينا انا في جزر لانجرهانز اللي في النص. في جزر لانجرهانز في نوعين من الخلايا، الخلايا اللي لونها اخضر ودي كتيره، والخلايا اللي لونها ازرق ودي قليله. طب تسال نفسك سؤال، دي اللي بتطلع الانسولين والجلوكاجون. طيب احنا عندنا بنحتاج الانسولين ولا الجلوكاجون بكميات اكتر؟ بتفاصيلنا احنا كبشر يبقى احنا بنحتاج الانسولين اكتر. ليه؟ لان احنا بناكل على طول. فين وفين بقى لما تيجي تحرم نفسك من الاكل في الصيام، ولا عدت عليك وجبه ولا حاجه غصب عنك. انما الطبيعي محتاجين انسولين على طول، ايدك في بقك عمال تاكل. عشان كده الخلايا اللي بتلاقي عددها كتير هي اللي خلايا اللي بتصنع الانسولين، ودي بنقول عليها خلايا بيتا. فلما تيجي تشوف طبعا ده وعاء دموي،
لما تيجي تشوف الخلايا الخضراء، الخلايا الخضراء دي اكتر، يبقى دي بتاعت الانسولين، يبقى دي خلايا بيتا يا دكتور. بينما الخلايا الزرقاء ده هي خلايا عددها اقل، يبقى دي خلايا الفا بتاعت الجلوكاجون. بيعمل ايه الانسولين؟ بيوطي السكر في الدم، جلوكاجون يعلي السكر في الدم. طب الجلوكاجون بيعلي السكر في الدم ازاي؟ حضرتك دلوقتي يا دكتور في رمضان وفي الصيام، عشان ده كده الجلوكاجون هو هرمون الصيام، هو هرمون بيظبط لك سكرك، بيرفعه لما يكون سكرك قليل. فهتوصل دلوقتي انت قبل اذان المغرب بساعتين ولا حاجه بيبدا الجلوكوز عندك يقل، لانك انت بتستهلكه طول اليوم وما بتعوضوش لانك صايم. فيوصل الجلوكوز مثلا بتاعك 50 مللي جرام بيرسنت، او 50 مللي جرام لكل 100 مللي من دم حضرتك. وانت عارف ان هو من 80 ل 120 بقى 50، ده قل كده يا دكتور. هنا يحس مين بقى؟ هنا يحس البنكرياس على طول. يقوم البنكرياس يبدا يطلع هرمون عايز يظبط لك الجلوكوز، يطلع الجلوكاجون. فيطلع الجلوكاجون يروح على الدم يقول يا نهار ابيض، ده الجلوكوز قليل قوي، اجيب جلوكوز منين؟ اجيب جلوكوز منين؟ قال له يا ابني ما تعرفش الجلوكوز الاقيه فين؟ متخزن في الجسم. نسرد الراجل ده فاضل ساعتين على مدفع الفطار، على ما ياكل يعني. فقالوا له والله بص، مخازن الجلوكوز يا اما في الكبد يا اما موجوده في العضلات، بس بص احنا بننصحك ما حدش يهاوب ناحيه العضلات. ليه؟ قال لك لان الادرينالين هو الهرمون الوحيد اللي يروح يكسر الجلايكوجين اللي في العضلات، لان هو عامل يعني مع العضلات اتفاقيه ان هو تسمح له ان هو يكسر الجلايكوجين بتاعها علشان هو يديها طاقه، خلاص كده، عشان يرجع يديها طاقه. فقالوا له فتروح على الكبد، فيروح الجلوكاجون على الكبد يكسر الجلايكوجين اللي كان فيه ويرميه في الدم، هوب يظبط لك السكر بتاعك، تلاقي نفسك فوقت تاني وسكرك اتظبط، بس خلاص. الله، طب ما هو كده طالما الجلوكاجون بيكسر جلايكوجين الكبد يبقى هو هرمون هضم، يبقى الجلوكاجون يعمل على تكسير جلايكوجين الكبد فقط الى سكريات. يبقى اذا تاني عرفنا ان الثيروكسين شغال هدم مش بناء. طب والجلوكاجون برضه بيهدم يا دكتور، بس الثيروكسين بيهدم ازاي؟ بطريقه غير الجلوكاجون، صح كده؟ الثيروكسين كان بيؤدي الى اكسده الجلوكوز، انما الجلوكاجون تكسير الجلايكوجين يحوله الى جلوكوز. خلاص؟ طيب هل بيعمل بناء الجلوكاجون؟ خالص ما بناش ولا حاجه، ده بيهدم بس يا دكتور. دخلنا على الانسولين وعرفنا او نعرف ان الانسولين السكر بتاعك الطبيعي من 80 الى 120. حلو الكلام. وادي خلايا الجسم ودي مستقبلات علشان او بوابات اللي هيدخل منها الجلوكوز. كلت حضرتك اكله مسكره زي الفل، فهيبدا يحس مين بيها؟ السكر عالي بتاعك بقى 300، يحس البنكرياس. طب ما تدخل يا سكر يا زياده انت بقى على الخلايا عشان تقل في الدم. قال لك ما انا مش عارف عشان البوابات مقفوله. يقوم الانسولين يجي من البنكرياس خلايا بيتا ويبدا يفتح البوابات بتاعه الجلوكوز، هو بيخش الجلوكوز، بس بص هيقل في الدم تاني يا دكتور، هيرجع الجلوكوز بتاعك من 80 الى 120. وبكده الجلوكوز بيبدا يظبط. طب ما انا كده، ما هو الانسولين ما عملش ايض، هو انه فتح البوابات، ده ما عملش ايض، لان هو كده لا بنى ولا هدم، هو بس فتح البوابه. ما انا جاي لك اهو يا دكتور. بعد ما اتفتحت البوابات بقى، انت اكلت مثلا حاجه مسكره اهي واتهضمت، فالسكر بتاعك زاد قوي. انا هفترض ان السكر بتاعك متوسط 100. طب وصل السكر بتاعك بعد اكله حلويات جامده بقى 400، يبقى هو الطبيعي كان 100 بقى عندك 400. وده اي واحد فينا طبيعي لما بياكل اي حاجه مسكره سكره بيعلى، بس بيرجع يظبط تاني طالما انت طبيعي بفضل الله يعني. طيب فكده في زياده كام؟ من 100 بقى 400، في زياده 300. فيبدا بقى الانسولين يقول لك بس انا هبدا اتعامل مع السكر الزياده، انا هقسمهم 100 و100 و100. بيبدا الاول يقوم رايح على خلايا الجسم ويبدا يطلع الانسولين ياخد 100 مثلا من دول، ويروح على خلايا الجسم ويقوم يدخل الجلوكوز عن طريق ان هو بيفتح البوابات. حتى الان ده ما يعتبرش ايض. بس اللي جاي لك فيه بقى ان الانسولين نفسه بيبدا انت خدت ان الثيروكسين بينشط انزيمات التنفس الخلوي، ايوه بتاعه الانشطار الجلوكوز وبتاعه كده. ده الانسولين بقى، والنقطه اللي عندك مش موجوده في المنهج ان الانسولين بينشط انزيمات تنفس خلوي هو كمان. برضه الانسولين يا فندم، الانسولين فيه انزيم موجود في الخليه هنا اللي هو اسمه بايروفيت دي هيدروجينيز، مش عليك اسمه مش مشكله، انا بتمنظر عليك يعني. الانزيم ده اللي هو البايروفيت دي هيدروجينيز، ده الانزيم اللي بيكون الحمض البيروفيك يا دكتور. خلاص كده يا دكتور، او يبدا يحول بيروفيك الى اسيتايل كوي. فالمهم، او مجموعه الاسيتايل مساعد انزيم الف يعني. اقصد اقول لك خد انت من الكلام من نهايته ان عندك الانسولين بيساعد على الاكسده بتاعه السكر هنا، لان هو بيمشي انشطار الجلوكوز ودخول الجلوكوز الى الميتوكوندريا. بس كده يبقى الانسولين كده شغال هدم، لانه بيحرق السكر في الخلايا.
فدخول السكر للخلايا الانسولين عمله، بس ده مش ايض. امال الايض فين بقى؟ اكسده السكر جوه الخلايا يا دكتور. يبقى كده الانسولين هدم. كده خلصنا الانسولين من 100، وزع على كل خليه من خلايا الجسم شويه جلوكوز، فال 300 الزياده دول خلص منهم من 100، مش عارف يدي مين تاني، فقال لك كده يبقى فيه جلوكوز زياده، اعمل فيه ايه؟ قال لك اخزنه، ويقوم مدخل جلوكوز جوه خلايا الكبد والعضلات ويجمع هذا الجلوكوز ويحوله الى جلايكوجين. الله، ده كده الانسولين هرمون بناء. ايه ده؟ يعني هو هدم وبناء للسكر في نفس الوقت. تصدق ده يا دكتور؟ لانه هدم السكر عن طريق تنشيط انزيمات التنفس الخلوي. نمره 2 هو بنى لانه هو جمع الجلوكوز وعمل منه جزيئات جلايكوجين كبيره يا دكتور. طيب، فكده خلصنا من 100 هنا في الاكسده، وخلصنا من 100 هنا في التخزين، كده فاضل 100 زياده. طب هنعمل بيهم ايه؟ يبدا الانسولين يقول لك بس خلاص انا ابدا احول الجلوكوز ده الى دهون، ادخله في بعض الخلايا في الجسم كده اللي هي بتبقى موجوده تحت الجلد، نوع من الانسجه اللي هو اسمه الاديبوز تيشو. المهم يعني هتاخده برضو ان شاء الله في طب باذن الله تعالى. فيبدا يدخل الجلوكوز جوه الخلايا دي، ويبدا يحول الجلوكوز الى دهون يا دكتور. يدخل جلوكوز في خلايا معينه في مناطق تحت الجلد ويحولها الى دهون. فمعنى كده ان الانسولين بيتخن، بس كل ما تاكل سكريات، لانه كل ما تاكل سكر كتير والدم في بتاعك يتملي سكر، انت بتجبر الانسولين ان هو يعمل ايه؟ خلي بالك الانسولين بيشتغل على 3 مراحل. لو عرف يخلصك بالمرحله الاولانيه بس من السكر الزياده، انت واكل مثلا سندوتش واحد وخلاص، فهيعمل دي بس. طب لو كان واكل سكريات كتيره قوي، يعمل دي وبعد كده يفضل زياده، يقوم داخل على اللي بعدها. طب كلت سكريات كتيره قوي 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 قوي، هيعمل دي وبعدين يخش على اللي بعدها، لسه في سكر زياده، يقوم داخل هنا. هنا تبدا تسمن بقى وتلظلظ كده يا دكتور، وكرش وجناب وبتاع وارداف، وتلاقي نفسك مبقلص كده. يبقى الانسولين بيكون دهون. الله، ده كده بيبني دهون. ايض دهون يا دكتور، بناء وليس هدم، بناء وليس هدم. اذا كده الانسولين بيشتغل على ايض السكر ولا البروتين ولا الدهون؟ السكريات والدهون. طيب بيشتغل على السكر هدم ولا بناء؟ بيشتغل على السكر هدم، وبيشتغل على السكر بناء، بيحول الجلوكوز الى جلايكوجين في خلايا الكبد والعضلات. طب وشغال على البروتين؟ لا لا لا، الانسولين مش شغال على البروتين، شغال على الدهون بناء بس يا دكتور. اذا معنى كده ان الانسولين هرمون ايضي محترم، بيشتغل على ايض السكريات هدم وبناء، وبيشتغل على ايض الدهون. طب هدم ازاي سكريات؟ بينشط انزيمات التنفس. طب والبناء ازاي يا دكتور؟ بيحول الجلوكوز لجلايكوجين في خلايا الكبد والعضلات. طيب وشغال على ايض الدهون هدم ولا بناء بقى؟ لا هدم لا، بناء بس. بيعمل ايه؟ بيحول الجلوكوز الى دهون يا دكتور. اذا معنى كده نرجع للجدول بتاعنا، هنرجع هنا نلاقي شغال على السكريات الانسولين بيعمل هدم اكسده الجلوكوز. طب ويعمل بناء يا فندم، الوحيد حتى الان اللي بيعمل بناء للسكريات. طيب استنى، طب ما نخلص من هنا كمان. ما الانسولين هنا يا دكتور ما كانش بيعمل هدم للدهون، لا ده هو كان بيحول الجلوكوز الى دهون يخزنها في الجسم وتبدا تلظلظ. اذا انت قفلت الجدول ليه؟ بس خلص كلام. لان مفيش هرمون شغال في المنهج عندك على ايض الدهون غير الانسولين. هدم ولا بناء؟ بناء بس يا دكتور. زي ما كانش فيه هرمون شغال على البروتينات في المنهج غير هرمون النمو. هدم ولا بناء؟ بناء. يلا قول لي هرمون شغال على هدم البروتينات. ما عنديش في المنهج. طب بناء البروتينات؟ هرمون النمو. قول لي هرمون شغال في المنهج على هدم الدهون. ما عنديش في المنهج. طب على البناء؟ قال لك هو واحد بس اللي هو الانسولين. الباقي كله هيبقى هنا بقى. خش على الهرمونات بتاعه الغده الكظريه، وزي ما حضرتك عارف ان الغده الكظريه جزئين. الجزء الاولاني اللي هو القشره والنخاع. النخاع بيطلع هرمونات الطوارئ، ادرينالين، نور ادرينالين. طب والقشره بتطلع هرمونات سكريه ومعدنيه وجنسيه. السكريه كورتيزون كورتيكوستيرون، المعدنيه الدوستيرون ده بيلعب على الصوديوم والبوتاسيوم. اما الجنسيه فهي التستوستيرون والاستروجين والبروجستيرون، خلاف عن الجنس بتاعك زي ما كنا اتفقنا. القصد يعني يا دكتور تعالى ناخد هرمون الكورتيزون. الكورتيزون ما خدش حقه في المنهج الصراحه، لان هو اللي قايله لك على الكورتيزون في المنهج ان الكورتيزون ان هو يتحكم في ايض السكريات والنشويات. وبعدين بس خلاص يا راجل حرام عليك، ده الكورتيزون ده هرمون النشاط، او يقال عليه ان هو بينشط جسمك. هرمون النشاط طبعا الثيروكسين، ولكن هو اللي بيفوق الجسم، هو اللي مسؤول عن السيركيديان ريزم، او اللي هو بيقول لك عليه الساعه البيولوجيه. لما بيبدا يزيد مثلا بعد صلاه الفجر او بعد اذان الفجر، فيبدا يصحصحك وتبدا تفوق وبتاع وكده، على ساعه ساعتين تلاقي نفسك فاق كويس قوي. يفضل الكورتيزون معاك عالي لغايه اما يخلص اليوم بتاعك، يبدا الكورتيزون يقل الكيرف بتاعه، فتبدا تحس انك عايز تنام. كورتيزون خطير، ده في الطوارئ بيزيد الكورتيزون يا دكتور. الكورتيزون من الهرمونات اللي ظلمت في المنهج الصراحه
بصراحه لانه ما قالكش غير ان هو يتحكم في ايض السكريات. طب هو بيتحكم في ايض السكريات ازاي يا محترم؟ ما قلتليش يعني في المنهج. بص هو شغال زي الجلوكاجون. يعني بيعمل ايه يا فندم؟ الجلوكاجون كان بيكسر جلايكوجين الكبد لجلوكوز ويرميه في الدم فيرفع جلوكوز الدم. يعني يبقى الكورتيزون شغال زي الجلوكاجون؟ هو مش شغال زيه، هو بيقويه، فهنقول ان هو شغال زيه. يبقى الكورتيزون زي الجلوكاجون، يكسر جلايكوجين الكبد ويحوله الى جلوكوز يرميه في الدم يا دكتور. عشان كده يا دكتور هو كان بيبدا يدي نشاط للجسم وهكذا. الكورتيزون هرمون خطير في الالتهابات، ده الساحر الكورتيزون في الالتهابات الصراحه. رحت للدكتور وعندك مشاكل في المفاصل، المشاكل دي مش عايزه تتعالج، مضاد التهابات، عمال يديك بروفين ويديك كتافلام وكتافاست وبتاع وحقن وبرضه الالتهاب والم وبتاع. لك بس انا هديك حقنه في المفصل، حقنه ايه دي يا دكتور؟ كورتيزون. الحقنه من هنا هوب سحر يا دكتور، راح الالم وراح الالتهاب. رائع الصراحه يا دكتور. فالكورتيزون خلينا احنا بقى ما يخصنا، هو شغال كايض، ايض المين؟ للسكريات بس. طب بيعمل ايه؟ بيكسر جلايكوجين الكبد، خلاص كده يا دكتور، زيه زي الجلوكاجون. الميزه كمان الحلوه اللي فيه انه يثبط الانسولين. يعني كان الجلوكاجون بيعلي السكر والانسولين يوطي السكر. طب الكورتيزون يعمل ايه؟ يشجع الجلوكاجون ويثبط الانسولين. النتيجه النهائيه زياده السكر في دمك. الجلوكاجون هو اللي يشتغل والانسولين ينام يا دكتور، خلاص. فده معناه كده يا دكتور ان الكورتيزون شغال كهرمون ايض. بيعمل ايه الكورتيزون يا فندم؟ الكورتيزون لو رجعنا للجدول بتاعنا، الكورتيزون كان خلاص احنا قفلنا الدهون والبروتين، شغال على السكريات. ايوه شغال هضم ولا بناء؟ هو كان شغال الكورتيزون زي الجلوكاجون، يعني شغال على الهضم، بيكسر جلايكوجين الكبد ويحوله جلوكوز يرميه في الدم. طب وبناء؟ مفيش يا عم مفيش حد بيبني غير الانسولين بس، خلاص. طيب الادرينالين اللي هو هرمون الطوارئ، وظيفة الادرينالين لما تتحط حضرتك في طوارئ، يعني حضرتك هتتخانق، هتذاكر، هتلعب رياضة، نازل الجيم بتاع، لابد عضلات حضرتك يوصلها طاقة. فكان وظيفة الادرينالين والنور ادرينالين ان هم يوصلوا هذه الطاقة الى العضلات. فبيروح على طول الغدة الدرقية، عفوا الكظريه، اللي هو النخاع تحديدا، يعني يطلع الادرينالين يوعد العضلات، يقول لها انا هديكي طاقه بس بشرط يا عضلات اللي انا هقوله تمشي عليه، احنا هنعقد مع بعض صفقه، اللي انا هديك خدمه العمر، انا هديكي طاقه بس اللي اطلبه منك تنفذيه. تقول له سمعا وطاعا. يبدا يقول لها انت انا هديكي طاقه، تقول له هتجيب لي طاقه منين؟ قال لها بص يا ستي، هو الطاقه دي عباره عن جلوكوز و اكسجين. عشان اخد الجلوكوز والاكسجين ادخلهم حضرتك يا عضله جوه الخلايا بتاعتك الليفه العضليه فتحرق الجلوكوز فتاخدي طاقه. تقول له طب هتجيب اكسجين منين؟ قال لها دي بسيطه جدا، من الجهاز التنفسي، يسرع معدل التنفس ويزود استهلاك الاكسجين. ادي خلصنا كده، جاب الاكسجين. طب هتجيب بقى منين يا حلو يا ادرينالين انت او النور ادرينالين؟ هتجيب منين بقى جلوكوز؟ قال لها لا بصي بقى، الجلوكوز ليه مخازن، الكبد والعضلات. ايوه بس انا سمعت ان العضلات عشان كده قلت لي هنعقد صفقه. قال لها الاول شرط اخره نور. انا هروح دلوقتي هكسر لك الجلايكوجين اللي في الكبد واكسر الجلايكوجين اللي فيك يا عضله، خلاص، وهرجعه لك تاني، بس هرجعه لك بقى عشان تاخديه على طول وتعملي عمليه الاكسده وتاخدي طاقه. تقول له خلاص ماشي. فخلاص بقى، يعني العضلات انانيه شويه غير الكبد، الكبد بيدي، كله بياخد من الكبد الا الادرينالين، الهرمون الوحيد اللي بيكسر جلايكوجين الكبد والعضلات. يروح الجلوكاجون فعليا يقوم واخد يكسر الجلايكوجين في الكبد والعضلات ويقول لها هرميه في الدم. تقول له بس هيوصل لي ببطء. يقول لها لا لا لا، مين اللي قال لك كده؟ احنا هنرميه على الدم وانا هسرع لك التيار على طول بتاع الدم. ازاي؟ هسرع ضربات القلب، فيسرع ضربات سرعه وانقباض عضله القلب يا دكتور. فكده الادرينالين الاعضاء المستهدفه ليه جهاز تنفسي بيزود استهلاك الاكسجين ويزود سرعه التنفس، الكبد والعضلات بيكسر الجلايكوجين اللي فيهم الى جلوكوز، بالاضافه الى القلب بيزود سرعه انقباض وقوه انقباض عضله القلب يا دكتور. دي الاعضاء المستهدفه ليه. بس احنا كده وصلنا ان الادرينالين مش بناء، الادرينالين اساسا هرمون هدم. ليه؟ بيهدم بالطريقه الاولانيه، فاكر السكريات ليها طريقتين للهدم، هو بيكسر جلايكوجين الكبد والعضلات الى جلوكوز يرميه في الدم. فالانسولين الادرينالين او النور ادرينالين بالنسبه لك الاثنين زي بعض، بيشتغلوا ازاي؟ بيزود نسبه السكر في الدم، بيعليه جدا يا دكتور. عشان كده لما يجي الواحد يتعصب ولا حاجه ويطلع ادرينالين تلاقي السكر بتاعه عالي، فيقول لك ده سكر عصبي. نمره 2 بيزود استهلاك الاكسجين ويزود سرعه وقوه انقباض القلب يا دكتور. فلذلك انا اجي اسالك هنا بقى، طيب ده سؤال تاني غير الايض، خلاص يبقى كده الادرينالين هرمون ايض سكريات، ايه هضم ولا بناء؟ بناء لا، هضم بس يا دكتور. طب تعرف اي هرمونات بتعلي السكر في الدم؟ طبعا من الهرمونات اللي بتعلي السكر في الدم
بعد ما ناكل اي اكله فيها سكريات يا دكتور وبقى تم هضمه هنا ووصل لابسط صوره جلوكوز في الامعاء، مين اللي هيمتصه ويوديه هنا فيعلي سكر الدم؟ الثيروكسين. يبقى الثيروكسين اول هرمون يعلي السكر في الدم. مين تاني؟ قال لك الجلوكاجون يا دكتور في المخازن بقى. الجلوكاجون يروح يكسر الجلايكوجين الكبد بس ويرميه للدم. وقال لك اخوه برضو اخو الجلوكاجون الكورتيزون والكورتيكوستيرون اللي جايين من القشره يا دكتور، برضو بيروحوا على الكبد بس ويكسروه الى جلوكوز يرموه على الدم. ضيف بقى الوحش اللي هو الادرينالين والنور ادرينالين، دول يكسروا الجلايكوجين الكبد والعضلات فيزودوا جلوكوز الدم. قول لي بقى الهرمونات اللي انت تعرفها تزود جلوكوز الدم. انا ما بتكلمش في ايض دلوقتي، زياده جلوكوز الدم ده مش ايض، بس دي يجي سؤال. عندك الثيروكسين، عندك الجلوكاجون اخوه اللي بيقويه كورتيزون كورتيكوستيرون، بالاضافه الى الوحش اللي هو الادرينالين والنور ادرينالين. 5 هرمونات، 1 2 3 4 5 6 هرمونات، ولكن كل واحد بيزود الجلوكوز في الدم بطريقه. يعني لما يجي يقول لي الهرمون اللي بيكسر جلايكوجين العضلات بس الادرينالين، هذا الوحش. طب اللي بيكسر الكبد 3 يكسروا الكبد، جلوكاجون كورتيزون وكورتيكوستيرون بالاضافه الى ادرينالين والنور ادرينالين. انا بعتبر دول واحد ودول واحد يا دكتور. خلاص طيب تيجي بقى بعد كده يا دكتور تقول لي طب هرمونات تعمل على زياده الجلوكوز في الدم، هم قلنا ما هو الثيروكسين، بس ده بيزود ازاي؟ امتصاص السكريات الاحاديه من الامعاء يوديها على الدم. طب الجلوكاجون يكسر جلايكوجين كبد بس ويرميه على الدم. كورتيزون زي الجلوكاجون بالظبط، هيشتغل على الكبد بس يكسر الجلايكوجين اللي فيه، كله شغال هضم يا دكتور. طب الادرينالين لا، هنا يشتغل على الكبد والعضلات ويكسر الجلايكوجين اللي فيهم. فلو قال لي تعرف هرمونات شغاله على الكبد، ال3 دول يا دكتور شغالين على الكبد، جلوكاجون كورتيزون ادرينالين ونور ادرينالين. طبعا كورتيزون كورتيكوستيرون ادرينالين نور ادرينالين. طب شغال على الكبد فقط يبقى مالكش دعوه بالادرينالين، يبقى الجلوكاجون والكورتيزون والكورتيكوستيرون. طب شغال على العضلات فقط يبقى الادرينالين. طب شغال على الامعاء بيرفع سكر عن طريق امتصاصه من الامعاء، يبقى هنا عندي الثيروكسين بس يا دكتور. يبقى اذا احنا هنقوم ضايفين هنا عندنا مين بقى؟ الادرينالين يا دكتور. بيعمل ايه؟ هضم بس يا دكتور. طب ما بيعملش بناء؟ لا يا فندم، ده بيكسر جلايكوجين الكبد اقفل على كده. ادي كده الهرمونات الايضيه يا دكتور. اذا معنى كده الكلام ملخصه بقى كده، لما يجي يقول لي تعرف هرمون ايضي، هي دي الهرمونات الايضيه اللي عندك يا دكتور. طب عايز هرمون شغال على ايض البروتينات، ما عنديش غيره. خلي بالك هو شغال على بناء البروتين مش الهدم. طب وشغال على ايض الدهون، برضه في شغال على البناء وليس الهدم، لان الانسولين بيحول الجلوكوز الى جلايكوجين في خلايا الكبد والعضلات. خلاص مفيش حاجه تانية. طب في حاجه هنا في الهدم دهون ما عنديش في المنهج، ولا هدم بروتينات ما عنديش في المنهج. طب بالنسبه للسكريات بص بقى، كل الهرمونات هدم سكر، هدم 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 هدم. هو هرمون واحد اللي شغال بناء سكريات اللي هو الانسولين، لان هو كان بيحول الجلوكوز الى جلايكوجين في خلايا الكبد وخلايا العضلات يا دكتور. وكده يبقى بفضل الله وحمده ومنته عرفت يعني ايه هرمونات ايضيه. تجمع القصه دي في دماغك مع اي سؤال بيجيلك، ما تبقاش الدنيا تايهه معاك. ودمتم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.